اسمع، هذا اللي ما يعرف أهل البيت. ما هي الآن هذا عصر الفتنة أحبابي، ما شايفين الفضائيات اللي طالعة ليل ونهار تشكك بعقائدنا؟ شايفيها ولا ما شايفيها؟ اللي يسمعهم يقول خلص الدنيا انتهت، وما يدري هؤلاء ناس جبناء، أساسا جبناء، لأنه في أسئلة موجودة مطروحة ما يقدرون يجاوبون عليها، والأسئلة هم ما يسمحون لك تسألهم، ولو سألتهم العلمك في 30 ثانية يعني نصف دقيقة بين الكلام وبين البث المباشر لهذه المحطات الفضائية المعادية لأهل البيت. لو أنت اتصلت معك كلمة الحق يسمعوها، ما يخلوك تسمعها برا، يقطعوها. يبدو أن الاتصال انقطع، إلا يطلع لهم واحد يفهفه ما يعرف يحكي، هذا يطلعوه بسرعة، ما يتكلم، ما يعرف يتكلم، يقولون يلا شوفوا هذا علماء الشيعة شوفوهم، لكن واحد يتكلم مستحيل مستحيل. أنا ما أريد أحكي شيء ولا أريد أقول، لكن أنا هؤلاء صار لي سنوات أتحداهم أن يستضيفوني في محطة فضائية، وإلى الآن أتحداهم وما مستعدين يستضيفوني. أقسم بالله العظيم أول مرة أقول هالكلمة احتراما لأمير المؤمنين سيدي ومولاي، ولا ما أحكيها. صار سنوات أتحداهم، والآن أتحداهم هم يسمعوني، أنه واحد منهم يستضيفني ويجيب هالعمايم كلها يخليها أمامي ويشوف شلون يتكلم. ما هي مشكلتهم وين أحبائي؟ في شيء اسمه فاطمة الزهراء سلام الله عليها. فاطمة الزهراء فضحتهم، يدقون على راسهم ما يقدرون كيف يواجهون الزهراء. الزهراء فضحتهم. وإلا تقرأ في صحيح البخاري، في صحيح البخاري قال رسول، في صحيح البخاري ما يقدرون يغيروه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضب فاطمة. هذا في صحيح البخاري. وفي صحيح البخاري بعد هذا الخبر بصفحات يقول البخاري ماتت فاطمة الزهراء وهي غاضبة على أبي بكر وعمر بالبخاري. فماذا يعني هذا الكلام يا صحيح البخاري؟ ويا قناة النفاق، يا محطات النفاق الفضائية الفاسدة، كيف تفسرون هذا؟ فسروا هذا للناس وكل شيء تحكون. البخاري وأنتم تؤكدون أن الله يغضب لغضب فاطمة، والبخاري وأنتم تؤكدون أن فاطمة ماتت وهي غاضبة على أبي بكر وعمر. فماذا يعني هذا الكلام؟ هل تقولون كذب؟ ذبوا البخاري إذن في البحر. هذا ليش ما تتكلمون عنه؟ ليش ما تطلعوا تحكون عن هذا الحديث؟ وإلا أحاديث الشبهة موجودة. أمير المؤمنين يقول وإنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق. الشيطان أبو مرة لما يريد يدخل على عفتك وعلى عقيدتك يطلع لك بصورة البشعة ترفضه، أنت ترفضه، لكن يجيك لابس عباءة الحق، لابسها ويمشي يبين لك أنه هو من أهل الحق. ومرت الإشارة، لا تنسون الإشارة مرت، فيجيبها ويمر عليك هكذا. أنتم لماذا تتحدثون عن كسر ضلع فاطمة؟ لماذا الإمام علي سكت عن ضلع الزهراء؟ لماذا أهل البيت لم يتحدثوا؟ شوفوا الشبهات. من قال لك الإمام علي سكت؟ ومن قال لك أهل البيت ما تحدثوا؟ هذه كتب أهل البيت، هذا نهج البلاغة. الإمام علي سلام الله عليه كيف يسكت عن الزهراء؟ كيف يقول للزهراء افتح الباب؟ شوف الشبهات. وحق الحسين ما في فتح باب بالقضية، وهاي المرة الثانية أشير إليها. أنا أخاف على شبابنا، أولادي ذولا أحبابي، أنا أريد عقيدتكم أقوى من الجبال يا شباب.
فتح باب. شنو فتح باب؟ الإمام علي لماذا لم يفتح الباب هو؟ لماذا يقول للزهراء أنت افتح الباب؟ في رجل يقول لامرأته افتح الباب، وهو ما موجود فتح باب بالقضية، لأن هؤلاء الربع ما كانوا ضيوف داخلين بالباب حتى تفتح لهم الزهراء الباب. الزهراء قامت أغلقت الباب، الباب كان مغلق، لكن في هذه قبضة السلامة، شايف الحديدة؟ الزهراء وضعت الحديدة على الباب من داخل الدار، قامت أغلقت الباب، ما فتحت الباب. لما تسمع بالتلفزيون اعرف اللعنة وين تنزل على هؤلاء، لأنه شباب ما سامعين شيء، يسمعون يقولون اي والله صحيح، شلون الإمام علي يقول لها قوم افتح الباب؟ هي ما قامت تفتح الباب، هي قامت أغلقت الباب. الباب كانت مسكرة، لكن من دون هذه الحرمة الحديد اللي موجودة، حرمة الأمان. الزهراء زرقتها بأبي وأمي، سكرت الباب، وهي صاحت الزهراء، رفعت صوتها، لأن الصوت الوحيد المؤثر كان صوت الزهراء. الإمام علي أخذوا منه الخلافة. الزهراء رأتهم محدقين على الباب، قالت لهم ما رأيت قوما أسوأ محضرا منكم، تركتم رسول الله بأيدينا نغسله على السرير وذهبتم تنتخبون خليفة. هذه لازم يجاوبون عليها بالقنوات الفضائية اللعينة، يجاوبون على كلام الزهراء. أنتم تركتم رسول الله على السرير أمير المؤمنين يغسله، وركضتم إلى سقيفة بني ساعدة. هذا علاقتكم، هذه علاقتكم معهم. لذلك الزهراء صاحت يا أبتاه يا رسول الله، ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحافة؟ الناس سمعوا صوتها صاروا يبكون، قالوا ارجعوا ارجعوا. بعدين التفتوا للعمر نفسه، وهذا في البخاري موجود، قالوا له يا عمر إن في الدار فاطمة، قال وإن، حتى إذا موجودة. فيجي إبراهيم الحافظ يا شباب